أنا دورتو دور مكويت بسلم عليكم كلكم وبيشكر الله عشان لمانا اليوم. عندي كلام بسيط موجه للنسيب جنرال جونسون أولون تابو بصفة خاص ومجتمع شولو بصفة عام. أنا داير أذكر جونسون أولون ومجتمع شولو أن العلاقة بين النوير والشولو ما علاقة جيران، ما علاقة بتاع الناس بتاع ولاية واحد. علاقة بين النوير والشلو ده علاقة بتاع نسبان، علاقة ناس يتزاوجوا، علاقة بتاع خيلان وخالات مع عيال اخواتهم، علاقة بتاع جنة مع خالاته وخيلانه. لو في مشاكل سياسية الناس تعرف إن المشاكل السياسية دي عندهم زمن بينتهي والناس بيرجعوا كأهل. يا جنرال جونسون أولون قبل انفصال جنوب انت اتمردت ضد حكومة جنوب السودان، ضد حكومة جنوب، ده كان لسه ما في انفصال، ما وصلنا للانفصال، وكان السبب بمشكلة بينشولو. في 2012 ولا 2013 حصل اتفاقية بينك وحكومة سلفا كير. انت جيت جوبا ما بابين منشيل، قعدوكم في جوبا لمن الحرب اندلعت في جوبا في 2013. سلفا كير سفرك لملكال عشان تبدأ تشاكل النوير، لأن في زمن ده كان أيوة لسه ما أسسوا، كان بس في الجيش الأبيض بتاع النوير والجيش بتاع النوير. بعد رجوع الجيش الأبيض في الزمن ده هجم ملكال وقبض ملكال في شهر واحد. بعد ما الجيش الأبيض قبض ملكال وعمل العمل رجع للناصر وولان. بعد ما الجيش الأبيض رجع للناصر وولان، انت جونسون أولون وأقولك جيتوا ملكال وبديتوا تقتلوا في النوير. فكبار عيان بتاع وولان والناصر لوموا الشباب بتاع النوير، قال لهم انتم مشيتوا ملكال، هاجمتوا ملكال، قبضتوا ملكال، وهسه فوتوا من ملكال رجعت ناصر وولان، عشان كده الشلوك بيقتلوا في النوير في ملكال. الشباب دي رجعوا ملكال في شهر 2 ومشوا قبضوا ملكال للمرة تانية وعملوا اللي عملوه انتقاما على ما فعلوا الشلوك في شهر يناير. ففي 2015 الدينكا قتلوا نائب بتاعك يا جونسون أولون. انت اتصلت بينا في مانديانغ وفقاق طالب مننا دعم. نحن ما سألنا أنفسنا كيف ندي دعم لجونسون أولون وهو قبل شهور قتل ناسنا أبرياء في ملكال. نحن رسلنا ما يقارب 4000 مقاتل بقيادة بتاعنا 5 جنرالات و5 محافظين، وده كان تحت مسؤولية بتاعي أنا درتوت. القوة دي وقت وصل قبض ملكال، آخر قبضة بتاع الملكال ده في يوم 6 شهر 7 2015 بدون مواجهة، لأن الناس اللي في الجيش اللي في ملكال جرى بدون شكل. بعد في الوقت ده انت ضمت لنا في الحركة الشعبية في المعارضة، جيت لنا في بقاق ونحن استقبلناك كأخ، ما في زول فينا
سال نفسه ده ما هو يقول إن كان قتل ناس في ملكال. ف وكده عمل اتفاقية بتاع خرطوم، و دكتور يكما ناسو مشوا جوبا. انت وسايمون قرويت دول اسستوا كيت جوام، وفي 2022 شهر 1 مضيت اتفاقية، ومن انت مشيت جوبا. فزمن مشيت جوبا مشى قعدوك في جوبا بدون اي حاجة، حتى علاج ساكت عشان تمشي برا جنوب لعلاج رفضوا لك. لكن بعد ما سلفا كير خطط انه يحارب نوير والمعارضة ايوه، عينك نائب رئيس هيئة الاركان ولا مساعد هيئة الاركان للتعبئة ونزاع السلاح، disarmament and mobilization. بدل نزاع السلاح وتعبئة بقيت ذو العمليات. ف انت جابوك ملكال، عملت اللي عملته في الناصر والان. الان رسلوك للجنجولي عشان تبي تحارب المعارضة والنوير. فهل انا بسأل نفسي وبسألك انت، هل انت قاعد تسأل نفسك وين نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات، ولا وين مساعد هيئة الاركان للعمليات؟ سلفا كير مع ناسه مستخدمينك عشان هم يحققوا أهدافهم، ودايرين إنه ينتهي برضه من يالشلوك براه. لأن في المعارك اللي بمشي بيحاربوا فيه ده هم بيقتلوا ناس وبرضه بيقتلوهم. فالسؤال، أنت بتحارب لمصلحة بتاع الناس الشالو بينشلو، قبال ما هم يدوك بينشلو. لو شباب بتاع شلوك ديل انتهوا منهم في الحروبات ديل، وبعدين كان الناس ديل قالوا لك بينشلو ده ما بندوك لهم، مين اللي بحارب من أجل بينشلو؟ كان بقى بينتهوا منهم هسه، لأن كل معركة بمشي فيهم هم بيقتلوا ناس وبيقتلوا منهم. أنا نجي بعد كده للتوجيهات بتاعك اللي أنت عملته للجيش. أنت قلت مشاكل على النيل الكبرى، قبيلة شلوك، قبيلة دينكا وقبيلة شلوك وقبيلة نوير، كل ما سنة انقلاب، كل ما سنة مشكلة. سلفا كير الرئيس بتاع الجمهورية، أنا كان سألته هسه إن يا سلفا كير في الجنوب ده كل سنة في انقلاب، وراح يقول لي لا، يقول لي لا ما في انقلاب كل سنة. وانت يا جونسون قول لو بتتكلم في إشاعات بتاع 2013 رئيس استخبارات في الزمن ده قال ما في انقلاب، رئيس هيئة الأركان في الزمن ده قال ما في انقلاب. وطيب بمفهومك انت لو كان في انقلاب لا يقتلوا النوير بس؟ باقنا موم وويا يدينا جاك هم كانوا من شلوك، ليه ما قتلوا شلوك؟ لأن اسمهم في ناس اللي قالوا عملوا انقلاب. سرينو تن وكوستي منيبة من استوائية، ليه ما قتلوا ناس استوائية؟ لأن اسمهم برضو في الليست بتاع الناس اللي قالوا عملوا انقلاب، كان انقلاب صحيح. دين الور مدود بيار مجاقا غود وشولتون هم دينكا، اسمهم برضو كان موجود في ليست الناس اللي قالوا عملوا انقلاب. ليه ما قتلوا دينكا؟ ليه بس يقتلوا نوير؟ انت قلت امبارح اتكلمت مع شيف، انت قاصد شيف اوف ستاف، وانت قلت له
ده بيكون نهاية على النيل. لكن انت زول على النيل والشبه بالصبر من زول من بحر غزال. لو انت انتهيت من على النيل انت راح تمشي وين؟ انت قلت لو مشينا هناك ما في دجاجة جداد، ما في حاجة اسمه جنة، ما في حاجة اسمه عجوز، كل بيوت تهت. توجيهات بالنسبة لي مفهوم، لأنه ما أول مرة إنك تعمل الكلام ده. في 2014 في ملكال أنت ما خليت جداد بتاع النوير، أنت ما خليت مرة، أنت ما خليت عجوز وما خليت جنة. ولو جاي تقولوا الليلة دي حاجة ما جديد، يعني أنت قاعد تعملها بدري، أنت عملته قبل كده. وفي 2015 2025 القريب ده أنت اللي عملته في الناصر وأولان، ما خليت بيت لأن حرقتم بالكيماويات. فأنا بالنسبة لي ما مستغرب الناس مع الكلام ده، أنا بس ما مبسوط من بعض من شلو بيكتبوا وبيقولوا يا جماعة جونسون رولين ده فهموا بغلط، هم فايتين بعربي وياتوا عربي بتاع جونسون رولين ما بيفهموا ده. فانتم اللي بتقولوا جونسون رولين ما قاصد ده وما قاصد، تعالوا برك رجال قولوا نعم جونسون رولين قالوا، وانتم يا نوير عملوا دايرين تعملوا. ما تقول لنا جونسون رولين فهموا بغلط وقالوا بيخشموا وسميناه. شنو المفهوم بغلط؟ فده الناس انا اللي بقول لهم انتم كان دايرين تدافعوا جونسون رولين، خليكم رجال وقولوا نعم جونسون رولين قالوا، امشي من الماشيين فيه ولا اسكتوا ساكت قفلوا قدومكم. قولوا قصدوا، لأن ما أول مرة. فأنت يا ولن قلت الناس اللي بيقولوا قال جونسون ولن ما قاصد يال بتاع النوير، ما قاصد منو، قال قاصدين الأيوب. لو أقول لك بجند جداد، نحن ما قاعدين نجند جداد. لو أقول لك بجند أطفال، نحن ما قاعدين نجند أطفال. لو أقول لك بجند عجائز، نحن ما بنجند عجائز. فما تقول لنا أقول لك قاصد المعارضة، مع المعارضة ده قاصدين هي المعارضة، قاصدين عجائز المعارضة، الأهل بتاع المعارضين، وقاصدين جداد بتاع الناس المعارضين. دي المقصود. فقولن قلت مشاكل على النيل بدت وانت لسه كنت صغير في عمر كم 10 سنة، ولغاية ما بقيت في عمر كم 50 سنة SPLA والمهم وغيره. فالشيء ده افهمك به يا اخوي ولا يا نسيب، مشكلة SPLM ما مشكلة على النيل، مشكلة SPLM ما مشكلة على النيل، مشكلة SPLA ده مشكلة جنوب وشمال. وده المشكلة ده الخلاق الليلة تبقى نائب رئيس الأركان للعمليات. لو كان جنوب وشمال لسه واحد، حتى دبورة واحد ما كان بتلقاه، لأنه ما في شيء داخل الكلية حربية، ما في شيء كان داخل الكلية حربية. فمشكلة SPLA ده مشكلة بتاع الجنوب والشمال، ما مشكلة على النيل. ولا بنجي في مشاكل الثانية. واحد من الناس شالوا السلاح ده انت، الزول الثاني ده ياو، الزول الثالث ده جورج عطار. انت شلت السلاح لان شايف نفسك مظلوم. الرئيس بتاع الحكومه هو الدنكاوي
وشال الاراضي بتاع دينكا بتاع شلوك اداهم للدينكا، بقي ما عندك طريقه تشيل حقك به الا شلت السلاح. فما في زول بيقول لك انت غلطان ليه شلت السلاح، ده حق بتاعك، لان لو كان ما طلعته بكلام بتشيله بالسلاح. زي ما نحن ما شيلنا جنوب بكلام، الناس حاربوا ولغايه ما وصلوا اتفاقيه، والاتفاقيه جاب جنوب. فلو في مشاكل بتاع على النيل انت واحد منهم، لان انت مررت مرتين قبل الانفصال وتاني في 2015 وحاربت تاني الحكومه. فده ما مشاكل جنوب، ما مشاكل نوير. النحن في 2013 الحصل ما مشكله بتاع نوير، وكان في مشكله سياسيه بين الجيش والجيش، بين السياسيين والسياسيين. لكن وقت الجيش سلف بتاع الدكتوريا طردوه من جوبا، الجيش بتاع سلفا كير جا خش بيوت، بقى بيقتل في نسوان وفي عجايز وفي عيال بتاع نوير. الناس اللي تنضموا للحركه الشعبيه في المعارضه بتاع الدكتوريا زمان كان في مشاكل سياسيه في جوبا ما كانوا تابعين، ما كانوا واقفين مع الدكتوريا. انا شخصيا ده ما كنت واقف مع الدكتوريا، لكن وقت بقى يقتلوا في المواطنين ما عندهم ذنب، ده اللي خلاني دكتوريا عنده مشكلته سياسيه مع سلفا. كان انا عندي مشكله ثانيه انه ليه يقتلوا ابرياء، وده يعيش الناس كتار كان في غابه. فده ما مشكله نوير، ده مشكله انه قتلوا ابرياء وهم عملوا حاجه. فيا جونسون انت افهم انه سلفا ده مع ناسه هم مستخدمينك كالعبوه استوج. اسال زول بيعرف عربي راح اوريك العبوه ده ما بتاعه شنو بيشيله، ولا اسال زول بيعرف انجليزي بوريك انه استوج ده ما بتاعه شنو بيرطون شيله. هم مستخدمينك لاغراضهم، فرايجي وقت هم الناس راح يدعوك. انت افهم بالحصل لبول مالون. بول مالون عمل كل شيء ممكن انسان يعمله عشان انه يحمي حكومة نزول. بول مالون عمل كل اللي عليه عشان يحمي حكومة سلفا كير وعشان يقويه، لكن وكي سلفا كير يعرف انه خلاص لقى مصلحة بتاعه جدا بول مالون زي شراب مقدود، جا اخذ اكولكور عمل كل الحاجات البطال، خلى اكولكور يعمل حاجات البطال نيابة عنه. وبعد ما يعرف انه خلاص استخدم اكولكور بما فيه كفاية شالوا برا برضه بنفس الطريقة بتاع بول مالون. جيش عليك بول ميل كل الحاجات البطال اللي هو ما قدر يعمله بنفسه خلى بول ميل يعملها. بعد ما بول ميل عملهم خلاص وانتهى منه جدا بول ميل برا برضه زي وساخة. لو سلفا كير عمل حاجات دي للناس ديل ليه ما تفكر انه هو برضه قاعد يعمل لك، وراح يجي زمن راح يدعك برضه زي وساخة. فالشيء زي ما قلت لك قبل وقت انت جيت طلبت مننا مساعدة عملناهم، فراح يحصل وقت قريب الناس راح يختلفوا معك بعد ما يكون عرفوا انه استخدموك وخلاص لقوا هم دايرين منك، هم راح يدعوك ولا يبدأ لك مشكلة زي كان عملوا في 2015. فعرف انه الدور ده ما راح نستقبلوك تاني باستقبالك المرة اللي فاتت. فلو حصل لك انه نازل طردوك ولا حصل مشكلة بينك وهم، لان عندك خطط بتاعت انه تختلف مع دينكا تجري للنوير، تختلف مع النوير تجري للدينكا. الدور ده تختلف مع دينكا فتجليه كده تاني تمشي فيه، لكن ما تجري لنا لان ما بنستقبلوك بعد كده. بس انا بنقول للشلوك
انه لو انتم بتعيدوا اللي بقولوا أولون فنحن بناخد الشلوك كله كعدو. لكن لو أولون بيقول حاجة بنفسه كضابط في جيش عن سلفا كير ودير رضي سيدو، فأنا ما قدرنا نسمعهم إنه في الشلوك بيكتبوا حاجات كانوا معيدين اللي بيقول أنا بنشوف إن ده ما في اتفاقية عمل الشلوك عشان أولون يقول اللي بيقولوا ده، وعشان أولون يمشي عمل اللي بيعمله ده، ولا الأولون اللي عمله بدري ده كان اتفاقية بينه، كان اتفاقية الشلوك كله اتفق عليه، لا ما كان شايلينه زي ده. لكن ما خلونا نفهم إنه الشلوك كلهم متفقين في اللي بيعمله أولون ولا اللي بيقولوا أولون. فشكرا جزيلا. لكن أنا برضه بقول لأهل نوير إنه لو في زول سرق منك حاجة أنت ما بتمشي تسرقه منه، لكن بتشيله منه بطريق بتاع القانون. أولون كان قال بيقتل الجداد بتاعنا، بيقتل أبواتنا، بيقتل عيالنا، وبيقتل أمهاتنا، ما ضروري نقول برضه نقتل نسوان شلوك ونقتل بنات شلوك ونقتل أجايتان شلوك ونقتل جداد شلوك. لكن الرجال الشلوك اللي شايلين سلاح ده أنا نعرف إن كل ما دو بتاعنا. فشكرا جزيلا.